اهلا بكم من جديد في قناة فرونت اندز، ودلوقتي هنكمل مع بعض كورس ال HTML. لكن قبل ما نبدأ شرح ايه هي لغة ال HTML، نحب ان احنا نعرف ليه لازم نتعلم لغة ال HTML وايه هي المتطلبات. اولا لازم نتعلم لغة ال HTML لان هي اللغة الستاندرد للويب، بمعنى ان احنا منقدرش نبني اي صفحة لموقعنا من غير لغة ال HTML. ثانيا من خلال HTML احنا بنقدر نضيف صور او فيديو او نص للصفحة بتاعتنا، فبالتالي بنقدر من خلالها نوصف محتوانا وبنقدر نحدد العناوين والعناصر المهمة. وثالثا احنا بنقدر نوصل الصفحة ببعضها عن طريق ال HTML، وبالتالي نقدر نتحرك من صفحة للتانية عن طريق عناصر ال HTML. ثانيا نحب نتكلم على المتطلبات. اولا عشان تبدأ تاخد الكورس ده انت مش محتاج يكون عندك خبرة قديمة عن اي حاجة في البرمجة، احنا هنبدأ من اول خالص ان شاء الله، وهنبدأ نشرح مع بعضينا ال HTML لغاية ما نوصل مع بعضينا للرياكت. بنحتاج يكون انت معاك كمبيوتر او لابتوب بسيط، مش لازم يكون قوي في البداية. طبعا في ناس بتحب تبرمج بالموبايل، هي دي حاجة احنا ما ننصحش بيها، لان تبقى حاجة محدودة، وبالتالي لما المشاريع تكبر ممكن في البداية تقدر تكتب كود HTML او CSS بسيط، لكن في النهاية لما تبدأ تكتب مشاريع كبيرة مش هتقدر تعملهم على الموبايل، بالتالي بتبقى محتاج ان انت يكون معاك كمبيوتر او لابتوب. ثالثا بتحتاج نت، لان اكيد وانت بتبرمج بيبقى محتاج تعمل سيرش على عنصر معين، او قابلتك مشكله وعايز تعرف إيه حلها، بتحتاج ان انت تعمل سيرش عليها، وبالتالي لازم يكون عندك نت. الحاجه الاخيره وهي ان احنا بنبقى محتاجين تول نبرمج عليه، وهو اللي احنا بننصح بيه هو الفيجوال ستوديو كود، وده اللي احنا بنقدر نحمله من جوجل. نقدر نكتب فيجوال ستوديو كود هنا ونحمله، طبعا على حسب النسخة بتاعة الكمبيوتر بتقدر تحمله لو هو ويندوز او ماك او لينكس من هنا. وبالتالي لما تحمله هتلاقيه في الداونلودز، وبالتالي تقدر تسطبه. طبعا احنا مش هنسطبه لان احنا مسطبينه عندنا، فمش هنسطبه مرة تاني، بتسطبه كأي برنامج عادي خالص وبيشتغل معاك على طول. اخر سؤال وهو ازاي اقدر استفاد من الكورس الاستفادة الكاملة. نصيحتنا هي انك تكتب الكود دايما ورانا، اي كود بنكتبه تكتبه انت ورانا عشان تقدر تتعود على كتابة الكود. تاني نصيحة هي انك تحاول تكتب كود يوميا حتى لو بسيط، لكن اهم حاجة تكتبه يوميا عشان خاطر ما تنساهوش. في الاخر خالص دي هتكون عادة، والموضوع هيبقى سهل، مش كأنه مذاكرة لكن هتبقى هواية. تالت نصيحة هي انك تتفرج على الفيديو كامل عشان خاطر تقدر تستفاد بكل اللي احنا بنشرحه. رابع نصيحة والأخيرة هي ان لو قابلتك اي مشكلة في كتابة الكود او ما فهمتش اي حاجة، تقدر تكتب لنا في كومنتات اليوتيوب او على جروبنا على الفيسبوك، واحنا هنرد عليكم في اسرع وقت ممكن. طبعا كل اللينكات هنحط لكم في الديسكريبشن بتاع اليوتيوب عشان خاطر تقدر تتواصل معانا على الجروب وعلى الصفحة بتاعتنا. شكرا.